انت عندك فكرة ان جوجل نفسه بقى بيساعدك في امتحانات الديجيتال سات، وانه بيخلق عشانك امتحانات كتيرة جدا تقدر تدخلها اكتر من مرة قبل المحاولة في الماث والانجليش من غير مدرس، من غير كتاب، ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي؟ بالاي اي. الاي اي في جوجل اسمه جيميناي. ففي كتاب اسمه بريستون ريفيو من اكبر كتب الدبلومة الامريكية زي دكتور جون، دكتور جانك والى اخره، عمل تعاون مع الجيميناي ده اللي في جوجل، بحيث ان الاي اي ده يقدر يكريت لطالب او يخلق لطالب امتحانات كتيره جدا ماث وانجلش الدبلومه الامريكيه. مجرد بس ما ان الطالب يدخل على جيميناي من جوجل يكتب I want full length SAT exam، هيجي له امتحان ماث وانجلش زي الامتحان اللي هيجي له في المحاوله بالظبط. الطالب هيحل عادي جدا، هيجي له السكور ات وانس، لان البرنامج ده سيلف كوركتد يعني بيصحح نفسه بنفسه. فالطالب هيجي له السكور، وكمان هيجي له بعد السكور ده ريبورت وتقرير خاص بيه هو ايه نقط الضعف وايه نقط القوه، يعني محتاج يشتغل على نفسه في انهي كاتيجوري بالظبط من كاتيجوريز الماث، هل مثلا الجبرا، هل جيومتري، وما الى ذلك. ولما الطالب يرجع يذاكر تاني يبتدي يركز على نقط الضعف اللي عنده ويحل عليها اكتر من التوبكس التانيه، وبكده يقدر يرفع سكوره جدا ويعرف اخطائه فين، ويدخل مره واثنين وعشرة قبل المحاوله، بحيث ان هو يبقى داخل المحاوله مطمئن جدا وعارف انه اشتغل على اخطائه، وانه في مدرس معاه في البيت اللي هو جوجل جيميناي بيقول له انت صح في الطريق الفلاني، امشي في الطريق الفلاني، كده غلط كده صح. فبيدخل المحاولة مطمن وعارف ان شاء الله هيجيب كام. بنصح كل الطلبة اللي داخلين محاولة 3 دي انك لازم تدخل جيميناي وتحل من عليه اكتر من مرة وتعرف اخطاء. وخلينا دايما فاكرين ان السكور العالي مش بس مدرس شاطر، لا ده كمان طالب دؤوب وبيشتغل على نفسه كتير. اي مساعدة، اي سؤال، اي استفسار، مسجات الصفحة او الواتساب اللي هيظهر لك على الشاشة.